بص، هو انا مش عارف مين كان موجود في اجتماع التصاميم دي وقتها، بس اللي انا متاكد منه ان كان المفروض حد يعترض على المهزله اللي بتحصل دي، لان على مدار تاريخ العربيات شركات كبيره جدا عملت تصميمات صعب تفهم ازاي عدت من كل مراحل المراجعه والموافقه ووصلت للشارع. لكن المضحك ان الموضوع مش بالبساطه دي، لان جزء من العربيات دي ورا شكلها الغريب كان فيه فكره ذكيه جدا، وفي عربيات تانية كانت محاوله جريئه وفشلت. فاحنا النهارده مش جايين بس نقول مين العربيه الاحلى ومين الاسوأ، احنا هنشوف ايه اللي كان بيدور في دماغ المصممين اصلا. انا يوسف، ودي مجموعه من اغرب التصميمات اللي شافتها صناعه العربيات. ما تنساش تصلي على النبي وتدعي لاخواتنا بالفرج القريب. يلا بينا نبدا. نبدأ بحاجة أنا متأكد إن أول ما صورتها ظهرت قدامك قلت لأ دي أكيد مش حقيقية، بس للأسف هي حقيقية جدا. دي يا سيدي الفيات مولتيبلا، وظهرت لأول مرة في أواخر التسعينات. وفكرة فيات وقتها كانت بسيطة جدا، هم عايزين عربية صغيرة تنفع للمدينة وفي نفس الوقت تشيل 6 أشخاص. بس المشكلة إن إزاي هتحط 6 أشخاص جوه عربية طولها أقل من 4 متر؟ ففيات قررت تعمل حاجة غريبة جدا، بدل ما تحط صفين وكل صف فيه شخصين مثلا، لا هي خلت 3 كراسي قدام و3 كراسي ورا، وبكده قدروا يطلعوا مساحة داخلية ضخمة بالنسبة لحجم العربية. طيب المشكله كانت فين يا عم يوسف؟ اهدى بس عليا وانا هقول لك. هم كانوا بيحاولوا يخلوا العربيه عمليه لاقصى درجه، وعملوا واحده من اغرب الواجهات اللي شافتها عيني مش صناعه العربيات بس، الجزء اللي فوق الكبوت ده والفوانيس اللي تحس انها متعلقه في مكان غريب. المشكله ان كل ده ما كانش عشوائي، ده كان نتيجه لمحاوله فيات انها توفر رؤيه كويسه للسواق ومساحه اكبر جوه الانتيريور نفسه، وتحافظ على حجم العربيه الصغير. والاغرب بقى ان الديزاين ده كان جريء لدرجه ان العربيه دي اتعرضت في متحف الفن الحديث في نيويورك ضمن معرض عن عربيات المستقبل وقتها. شوف يا اخي البجاحه، يعني اللي احنا شايفينه النهارده ده بالنسبه لهم وقتها كان فن. والحقيقه ان المالتيبلا واحده من الحالات النادره اللي اقدر اقول ان التصميم شكله غريب جدا، بس الفكره اللي وراها كانت ذكيه فعلا. فهل هي من اسوأ التصميمات دي؟ بص، هو ده اكيد، لكن من ناحيه الفكره الموضوع مختلف شويه، بس هي ما اتنفذتش صح. طيب لو المالتيبلا كانت عربيه شكلها غريب، بس ده كان عشان تحقق هدف معين، كانت نيتهم خير بس هي جلت منهم شويه، فالعربيه دي عندها مشكله تانية خالص. لان السؤال هنا مش هم ليه عملوا الشكل ده، السؤال الحقيقي ازاي الشكل ده عدى من كل الاجتماعات دي. نرجع لبدايه الالفينات، الشركه دي كانت عايزه تدخل سوق جديد وتعمل عربيه تستهدف الشباب وتجمع بين عربيه عائليه وعربيه تنفع للمغامرات والرحلات في نفس الوقت. الحقيقه الفكره على الورق كانت جميله جدا، لكن المشكله بدات لما الديزاين نفسه دخل في مرحله التنفيذ. العربيه دي اصلا بدات ككونسبت، لكن لما وصلت لمرحله الانتاج الديزاين اتغير واتعملت عليه تنازلات كتير، والنتيجه عربيه طويله ورفيعه شكلها غريب، وطبعا بلاستيك في كل حته، وواجهه تحس ان فيها اكتر من عربيه متخانقين على نفس المكان. والاسوأ ان الناس ما كانتش محتاجه وقت عشان تحكم عليها. العربيه اول ما ظهرت رد الفعل كان عنيف جدا، والشركه نفسها اكتشفت بسرعه ان المبيعات اقل بكتير من اللي كانت متوقعاه. لكن افضل سنه مبيعات للعربيه دي كانت في 2002 لما باعت حوالي 27793 عربيه بس. نفسي اشوف ال 27000 دول واعرف كان ايه اللي في دماغهم. يعني العربيه اللي كان المفروض تجذب الشباب بقت واحده من اشهر اسوأ التصميمات في تاريخ العربيات. بس الحق حق، وفي حاجه لازم نقولها، العربيه دي ما كانتش عربيه غبيه، بالعكس كان فيها افكار عمليه جدا، مساحات كويسه وتجهيزات موجهه للرحلات، وحتى كان في تجهيزات تخلي العربيه اقرب للميني كامب. يعني المشكله الاساسيه ان الشركه كان عندها فكره كويسه، لكن الشكل اللي قتل الفكره، وده يمكن يكون اكتر حاجه مؤلمه في قصه العربيه دي. لان لو الديزاين كان احسن شويه يمكن كان زماننا دلوقتي بنتكلم عليها كواحده من افضل العربيات الاس يو فيز في التاريخ، بدل ما احنا بنهزق فيها كده. بس انت لو فاكر ان العربيتين اللي فاتوا وصلوا لاقصى حاجه ممكنه، فاحنا يا معلم لسه في البدايه. لان في بدايه الالفينات كان في شركه كوريه اسمها سانجيونج قررت تعمل عربيه عائليه كبيره، لكنها قالت ليه نعملها زي اي عربيه ام بي في تانية. وهنا دخل المصمم البريطاني كان جرانلي، والراجل ده كان عنده تصور مختلف تماما. هو كان عايز ياخد الهام من اليخوت الفاخره، ايوه زي ما سمعت اليخوت. وفي الحقيقه انا ما عنديش فكره هو كان بيبص على انهي يخت بالظبط، لان النتيجه كانت عربيه شكلها صعب يتوصف. من قدام عندك شكل معين، ومن الجنب تبدا تحس ان العربيه طويله بطريقه غبيه، ولما توصل للجزء الخلفي وحلاوه الجزء الخلفي تحس ان الراجل ده كان عنده تصميمين مختلفين وقال يركبهم على بعض. والعربيه نزلت فعلا في 2004، والتصميم اتعرض لانتقادات جامده جدا. لكن الحاجه الاكيده ان المصمم ما كانش بيحاول يعمل عربيه وحشه، بالعكس كان بيحاول يعمل عربيه فيها احساس بالرفاهيه ومساحات كبيره وتصميم مستوحى من عالم اليخوت. يعني الفكره على الورق ممكن تكون حلوه، لكن لما تحطها على 4 عجلات النتيجه ممكن تبقى كارثه. والاغرب ان الشركه حاولت تعمل فيس ليفت بعد كام سنه وتخفف حده التصميم، لكن حتى بعد التعديل العربيه بقى شكلها اسوأ واسوأ. وعشان كده لو المولتيبلا خلتنا نسال ليه عملوا كده، والازتك خلتنا نسال مين وافق على الفكره دي، فالعربيه دي خلتني شخصيا مهتم اشوف اليخت اللي الهمه ده.
احنا شفنا عربيه شكلها غريب عشان تحل مشكله، وشفنا عربيه فكرتها حلوه بس التصميم قتلها، وشفنا عربيه المصمم استوحى شكلها من اليخوت. بس رينو هنا بقى كان عندها فكره اغرب حبتين. في بدايه الالفينات رينو كانت عايزه تعمل عربيه مختلفه تماما، عربيه تاخد مساحه وراحه الام بي في وتحط عليها شكل الكوبيه، والنتيجه كانت الرينو افانتايم. من اول ما تبص عليها هتلاقي ان رينو فعلا كانت بتحاول تعمل حاجه محدش عملها بالشكل ده، ابواب ضخمه وسقف عالي ومساحه كبيره من جوه، ومع ذلك العربيه بتحاول بكل قوتها تقنعك ان هي كوبيه رياضيه. والمشكله ان الفكره نفسها مش وحشه، لكن في تفصيله صغيره جدا الناس ما كانتش عايزه تشتريها. العربيه نزلت سنه 2001 وكانت غاليه نسبيا وموجهه لشريحه محدوده جدا، ورغم ان تصميمها كان مختلف ومميز المبيعات كانت ضعيفه جدا والانتاج اتوقف بعد فتره قصيره. بس بصراحه انا شايف ان العربيه دي هنكون ظلمناها لو قلنا عليها ان الديزاين بتاعها وحش، لانها مش العربيه اللي اتعملت بالغلط، دي العربيه اللي الشركه قررت تقول احنا هنخلط حاجتين عمرهم ما اتخلطوا قبل كده ونشوف ايه اللي هيحصل. طلع عندنا عربيه تحس انها ميني فان راحت حفله تنكريه وقررت انها كوبيه. وعشان كده الافان تايم بالنسبه لي مش اسوأ تصميم هنا، هي ببساطه واحده من اغرب الافكار اللي اتحولت لعربيه انتاج فعلا. اما بالنسبه للملكه فوالله يا غاليه كان بودي اقول ان ليكي مكان وسط الناس دي، بس للاسف مبيعاتها نجحت والناس حبتها. وبعد ما شفنا العربيات دي اعتقد اننا اتفقنا على حاجه واحده، ان تصميم العربيه مش دايما بيكون بالبساطه اللي احنا شايفينها. ممكن تشوف عربيه وتقول ايه القرف ده، بس بعد ما تعرف قصتها تكتشف ان وراها فكره ذكيه جدا لكنها ما اتنفذتش صح. بس دلوقتي عايز اعرف رايك، انهي عربيه في الاربع عربيات دول تستحق فعلا لقب اسوأ تصميم؟ اشوفكم الفيديو الجاي.